في الفيديو ده انا جاي اقول لك على 7 حاجات اتعلمتهم بعد ما صرفت اكتر من 25 مليون دولار على الاعلانات بتاعت العملاء بتوعي. فهقول لك على عصاره الخبرات بتاعتي في المجال ده، ايه الحاجات اللي ساهمت في نجاح الحملات الاعلانيه دي بحيث تقدر انت كمان تعمل زيها، او ايه الاخطاء اللي انا عملتها بحيث تقدر ان انت تتفاداها في اعلاناتك بعد كده. يلا بينا. رقم واحد، مفيش وصفة سحرية واحدة بس للنجاح. في طرق كتير جدا انت كميديا باير ممكن تمر بيها وممكن تعملها. ممكن الطريقة اللي اسلام يعملها غير الطريقة اللي احمد يعملها غير الطريقة اللي اسراء تعملها. كل واحد فينا هيكون عنده منظور مختلف، وكل واحد فينا ممكن يكون المنهجية اللي هو بيمشي بيها تعمل اعلانات ناجحة وكل حاجة. في الحالة دي من اكتر الحاجات اللي انا اصلا اول ما ابتديت كنت عمال بدور يا ترى ايه هي الوصفة السحرية للنجاح في الاعلانات. هل يا ترى مثلا احط كل الاهتمامات فوق بعض ولا ما احطش اي اهتمامات خالص؟ هل يا ترى مثلا 1% لوكال لايك اودينس احسن من 2%؟ طب ليه استعمل 2؟ طب ما استعمل 3%؟ طب اسلام انت قلت في احد فيديوهاتك ان 1% ده كويس بس انا استعملت 2%، طلع هو كويس. يجي واحد تاني يشوف الكومنت ده فيعمل 2%، ما يلاقيش اي نتائج خالص ويطلع عنده ال 5% هي الاحسن. مفيش حاجه واحده ثابته بس للنجاح. ممكن يجي حد يشتغل معايا عشان هو واثق في راي اسلام، لكن انت مع الوقت على طول لما بتيجي تشتغل بيطلع لك انت منهجيه معينه من خبراتك وحاجه معينه انت بتستريح وحاجه بتبقى مريحه بالنسبه لك في الشغل، وبتكون طريقه معينه في التفكير. لما انت هتيجي تسالني اسلام هعمل ايه، هقول لك طريقه اسلام في التفكير عامله ازاي. ممكن واحد تاني يكون مختلف في طريقه تفكيره عني، والتستنج هو اللي بيجي يقول والله مين هو الصح. وده مش معناه ان واحد فيهم احسن من التاني، لا، بس الاستراتيجيه دي ممكن تكون نفعت مع نوع البيزنس ده، مع الاوفر ده، مع الجمهور ده في الدوله دي بسياسه التسعير دي في الوقت ده معين. وواحد تاني لا، استراتيجيته هي اللي تنفع في وقت تاني خالص. وكله برضه بيلعب معاك دور الحظ بنسبه ما، عشان الخوارزميات والالجوريزم اللي كل شويه برضه بدماغ شكل. فما فيش حاجه واحده بس، ما فيش طريقه واحده بس للنجاح. دي اول نقطه. النقطه الثانيه اللي معانا، لازم تكون عندك استعداد انك تغير معتقداتك القديمه اللي انت فاكرها صح في وقت ما، واللي ممكن تكون كانت صح في وقت ما، لما في حاجه جديده تظهر بشكل احسن والداتا تثبت انها هي دي الصح. يعني مثلا ممكن تكون انت في فتره من الفترات ماشي على الاهتمامات، والاهتمامات بتجيب لك نتائج كويسه. بعد كده دلوقتي الداتا بتاعت الفيسبوك بقت بتقول لك والله ان البرود وان انت تقلل اهتماماتك ده الحاجه اللي بتجيب لك نتائج احسن. ما ينفعش بقى تفضل ماسك في المعتقدات القديمه. احد الحاجات برضو اللي انا اول ما ابتديت كان لازم يقول لك انت لازم تبتدي بقى تسخن الجمهور الاول، تعمل حملات مثلا ترافيك او تعمل اد تو كارت الاول، بعد كده تعمل انيشيت تشيك اوت، بعد كده تعمل بيرشيز او اللي هي عمليه الشراء لو انت بتعمل حمله سيلز او كونفرجن. بعد كده ابتدت الدنيا تتغير ويقول لك لا، اعمل بيرشيز او اعمل كونفرجنز على طول. كده كده الفيسبوك هيتعلم وهيجيب لك داتا. ما ينفعش بقى تفضل ماسك في المعتقدات القديمه. دايما جرب الحاجات الجديده، دايما خلي عندك الاستعداد ان انت تغير وتروح للحاجه الجديده دي وانس ان انت تتاكد انها فعلا جايبه لك نتائج كويس. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اللي معانا، لازم تختبر كتير جدا وتختبر كل حاجه. وما بقولش اختبر هنا، انا عارف الاول ما بقول اختبارات بتلاقي الناس تختبر اهتمامات وخلاص، يقول لك انا جربت الاهتمام ده والاهتمام ده والاهتمام ده والاهتمام ده ومش لاقي نتائج. انا بتكلم هنا كتستنج، انت تعمل تيستنج واختبار لكل حاجه. انت تعمل تيستنج في اهتمامات وتيستنج من غير اهتمامات. انت تعمل تيستنج للاوفر بتاعك اصلا، تغير الاوفر وتشوف انهي اوفر ده ممكن يجيب مع الجمهور بتاعك. ممكن تعمل تيستنج تاني للكرييتيفز بتاعتك والصور. ممكن تعمل تيستنج فيديوهات. ممكن تعمل تيستنج للصيغه بتاعت الاعلان. تعمل تيستنج للهيدلاين بتاعك. تعمل تيستنج للمكان اللي انت بتبعت الناس ليه، سواء انت بتبعتهم على تليفون، سواء انت بتبعتهم على ويب سايت، سواء انت بتبعتهم على صفحه معينه في الويب سايت، صفحه الهوم بيج نفسها، صفحه اللينكدين، اي صفحه. بس المهم تعمل تيستنج. وفي الغالب لما بتلاقي حاجه انت مخك مش مستوعبها اصلا، دي بتكون بنسبه كبيره حاجه انا من واقع خبرتي كده دايما لما كنت بقول مستحيل حاجه زي دي تنفع، ده شكلها مش بروفيشنال خالص، ولا بعد كده هي اللي مكسره الدنيا. فما تستبعدش دايما اي فكره لما بتيجي تعمل تيستنج او اختبارات. ولازم توضح ده للعميل بتاعك. يعني ممكن تكون انت شغال مع عميل والعميل ده مثلا يجي يقول لك لا مش عايزك تعمل كذا. طب ليه مش عايز تعمل كذا؟ يقول لك مش حاسس انها هتجيب نتيجه. تيجي تقول له طب انت اختبرتها؟ يقول لك لا بس انا حاسس. لا، الموضوع ما بيمشيش بالاحساس. اعمل وشوف، خلي الداتا والارقام هي اللي تثبت لك كلامك او كلامه مين فيكم الصح. النقطه الرابعه متعلقه بالنقطه الثالثه، وهي لازم تكون انت فاهم انت بتعمل اختبار ليه، واختبار ده انت هتستفيد منه ايه. لان في ناس كتير تيجي تقول لي اسلام طب هو الكلاينت ايه اللي هيخليه او العميل ايه اللي هيخليه يقعد يصرف فلوس على تيستنج؟ والمفروض انا جاي لاسلام دلوقتي، اسلام ده يكون واحد شاطر وفاهم. ايه اللي يخليني اروح له وهو فاهم وشاطر وادفع له فلوس كتير وهو لسه برضه هيجرب فيا زيه زي اي حد مبتدئ؟ الفكره هنا في ان انت الاختبار بقى انت بتعمله ليه. انت بتعمل
اختبار للصوره دي ليه؟ اشمعنى الصوره دي؟ عايز تعمل اختبار للهيدلاين، عايز تطلع منه بايه؟ الارقام اللي هتطلع لك دي انت هتحللها ازاي وتعرف منها المشكله فين عشان تاخد بعد كده تصرف تاني ومنهجيه تانية انت تمشي بيها. فلو انت خسرت فعلا تعوض الخساره بتاعتك. دي الحاجات اللي انت لازم تتعلمها من اختباراتك، مش بتعمل اختبارات تحرق لك فلوس وخلاص. النقطه الخامسه اللي معانا، شوف جروب من الناس اللي تكون ميديا بايرز برضو او ناس بتعمل اعلانات، انضم للجروب ده بحيث لما يقف قدامك اي مشاكل تسالهم ترجع لهم. الجروب ده ممكن تلاقيه موجود على الفيسبوك بالمناسبه، هتلاقي فيه جروب الماركتنج جوروز، الجروب بتاعي الشخصي اللي فيه ناس جميله جدا موجود في الديسكربشن تحت، تقدر تنضموا له. هتلاقي فيه جروبات موجوده مثلا على ريدت لو انت تقدر تشوف الناس اللي من بره بتفكر ازاي، جروبات تانية كتير على الفيسبوك تشوف الناس دي بتفكر ازاي، تقدر ان انت لو عندك اي مشكله وقفت في اي حاجه تقدر تروح وترجع لهم تسالهم تشوف خبرات الناس دي عامله ازاي. دي من احد اقوى الحاجات اللي هتنتشلك كده مكان ما انت تكون واقف ومحتار ومش عارف تعمل ايه. النقطه السادسه، ما تتكسفش تقول على اي بلح لما تسمعه، او توقف العميل بتاعك لما تسمعه بيقول اي بلح او اي كلام خارج عن المنطق وعن الواقع وكلام لا يصدقه او لا يفهمه اي عاقل. لما تلاقي كلام من ده وهتلاقي فيه كتير وانت بتتعامل مع عملاء، ارجوك وقف العميل وقول له ايه البلح وايه اللي انت بتقوله ده. ليه؟ لان انت هيقابلك نوعيه من الناس دي كتير قوي، كتير منهم هتلاقي يقول لك اصل انا سمعت فلان بيقول كذا، اصل انا شفت على تويتر مين بيعمل كذا، اصل انا شفت واحد فلاني بيعمل كذا، اصل انا شفت فيديو على اليوتيوب بيقول كذا. وهتلاقي في حاجات كتير قوي عماله بتطلع، ولو فضلت ان انت عمال تسكت وخلاص حتى لما في كلام انت مش مستوعبه، كلام انت شايفه بيتقال غلط، دي حاجه هتقلل منك. دي مش حاجه، مش كل حاجه العميل يقولها المفروض تسقف له عليها وخلاص. لازم توقف العميل عند حده، لازم تعلم العميل بتاعك، لازم توري له فعلا ان انت شخص اكسبرت، شخص فاهم، لان دي حاجه هترفع حتى من قيمتك قدامه. لان هو المفروض هو بيدفع لك فلوس علشان تبقى انت اللي تبقى الجايد بتاعه، حتى لو هو حاول يحسسك ان هو المدير وبتاعه وان هو ده البيزنس بتاعه. اي نعم هو صاحب البيزنس وكل حاجه، لكن انت لازم توقفه عند حده وتقول له ايه الصح وايه الغلط. دي حاجه هتفرقك عن ناس كتير جدا عماله بتسمع وتقول حاضر وتسقف وخلاص. النقطه السابعه اللي معانا، خليك امين، ما توعدش العميل باي نتيجه خالص. الصناعه بتاعتنا وشغله الاعلانات دي بالذات ما فيهاش اي حاجه مضمونه. ما فيش حاجه اسمها انا هشتغل مع اسلام عشان اسلام شخص جامد جدا فهيجيب لي ان شاء الله 10 روس، او على كل دولار بصرفه بيجيب لي 10. لا، الموضوع ما بيمشيش كده خالص. لازم تكون امين جدا مع العميل بتاعك، لازم دايما تاندر بروميس او ما توعدش ومع ذلك تفوق التوقعات بقدر الامكان. تقول له انا هعمل كل اللي هقدر عليه، هحط لك افضل استراتيجيه، هقول لك افضل استراكشر وافضل شكل للحملات الاعلانيه نعمله، هحط لك استراتيجيه قويه جدا نمشي عليها. لكن في عوامل كتير جدا هتلعب في الموضوع ده، زي التسعير، زي الفانل بتاعتك كلها، زي ان انت متوسط سعر البيع بتاعك كام، العميل اللي بيشتري منك مره بيشتري منك اكتر من مره ولا لا. هي العمليه مش متعلقه بالفيسبوك بس، ده بيزنس كامل بيدار. الحملات الاعلانيه ما هي او الترافيك او الزيارات ما هي الا جزء صغير منها، وانت بتكون امين مع العميل بتاعك بقدر الامكان. بتقول له انت الصناعه بتاعتك او الاندستري دي متوسط اللي انا شفته فيها بيكون النتائج فيه كذا او بالمنظر ده او ارقامه بتكون كذا، لكن ان انا اوعدك برقم معين دي تشيلها من قاموسك خالص. دول كده كانوا الصراحه حاجات اللي انا اتعلمتهم يا شباب واللي انا حبيت اشارككم بيهم. قولوا لي ايه اكتر حاجه استفدتوا منها من الفيديو ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، واكتبوا لي حابين نتكلم عن ايه في الفتره اللي جايه. شكرا ليكم واشوفكم الفيديو الجاي.